كريسماس، بتيجي كل سنة تنهي ذكريات وتبدأ ذكريات. كل سنة بقت بتمر سريعة، مبقاش في تركيز في حاجة، مبقاش في حب، مبقاش في إخاء، حتى مبقاش في محمد محمود. والنهاردة حلقة الكريسماس. معلش ما فيش شجرة هنا أو شجرة هنا، عشان أنا دايما بحب أفتكر شجرة الزقوم. عملنا السنة دي فيديوهات كتير، عملنا حوالي الكام 80 فيديو السنة دي بس. اما ال100 فيديو اللي انا عاملهم دول مش كلهم السنة دي يعني، هم متقسمين على السنة دي والسنة اللي فاتت. ف يب وصلنا ل700 مشترك، رقم قليل ولكن صنع حاجات كبيرة جوايا انا على الأقل. مش عارف ابدأ منين. نبدأ مع فكرة الفيديو اللي هي هتكون رياكت عن المحتوى القديم بتاعي ومحتوى افراد الجي القديم. خلينا نسميها اول فيديو لكل واحد في الجي، ونشوف رسيت معاهم على ايه دلوقتي هم بقوا فين، دلوقتي بقوا بيعملوا ايه، دلوقتي بقوا بيسووا كيف، فاهم انت؟ بس خلينا نبدأ مع مين يا جدعان؟ انا مش هبدأ معايا انا عامة، خلينا نبدأ مع دراجون. انا عاوز ابدأ مع دراجون بصراحة. الانترو دي بتاعت اقل واحد بيلعب ماينكرافت. بس خلينا نكمل ونشوف يعني هل الفيديو حلو ولا لا. الجودة ماكس 720 دي مش حاجة كويسة، بس ممكن حاجة يعني الفيديو ده ممكن يكون هو اتعلم منه حاجة والمستقبل يكون احسن كجودة يعني في الفيديوهات. بس يعني المونتاج بتاعه كأول فيديو بصراحة عجبني بصراحة، يعني انا شفت الفيديو ده قبل كده انا فاكر. فخلينا نكمل. بتاع بيعض كل الناس وبيعمل كل حاجة. هو شايف سن بقى متعصب جدا، وعنده ناب دهب لو خدناه يعني ده بيعمل كام. يعمل كام ايه يا اسطى؟ كده يعمل كام ايه؟ داخل يتاجر في فار كراي. داني الشبح. داني دي حاجات احنا لسه مش فاهمينها داخل اللعبة. لا هو ذات نفسه يعني حط حاجة مش عجباني بصراحة، ان هو يعني اغلب الفيديو ساكت. لازم برضو تدي جو كده، يعني مش تاخدش الموضوع سيريس. وصوته واطي، يعني صوت اللعبة اعلى من صوته. بص يعني ايه، هو ودي مفيش فرق. مشكلة كانت عندي برضه يعني، بس انا كنت عارف حلها اللعبة دي على وبكسل. فكرة خرا فشخ. نجهر راجع يا جدعان، نجهر راجع يا جدعان، مصطفى نجهر عايش يا رجاله. ايه يا عم؟ حلو. يا مصطفى الأجهر رجع يا جدعان. ايه ها. يا رب بس ما اخد كوبي رايت على الحتة دي. انا عارفه هو ممكن يكون واخد كوبي رايت، ما عنديش مشكلة. انا عندي مشكلة. نيجس نيجس. هاتله 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 هاتله، ما تتجنن ولا ايه؟ نيجس. الله، كل ده عشان تقتله؟ ده كان زمانه فضحك، يعني لو في لعبة تانية كان زمانه فضحك. داني
معلش يا جدعان مش قادر احوش نفسي والله. عايزه ايه؟ ها اتفضلي. عايزه ايه بقى انت؟ فرقت؟ يوبي سوفت يا صاحبي، يعني غباء اصطناعية، يعني انت بتتكلم في ايه؟ مثال حي للغباء الاصطناعي. الحته الايفون، الحته الايفون. صور صور يابا، محدش صور. اديني صور كمان. صور صور البتاع ده لو كان عليه سيم كارد صور. كان سبلك 100 ملة صور ودين كمان دلوقتي. صورة الحته الايفون. والله يا قلت لك تنط من هنا. تنط؟ لو ده هيثبت لك اني انك ايه؟ مجنون مجنون مجنون. اه تمام. انا كنت لسه اقول هو حاطط دي هنا ليه. الواد ده فيك كابو على فكرة، عامل نفس المونتاج بتاعي في حلقة من حلقات هيتمان، نفس حتى الافكتات والاصوات. كابو لايت. المفروض يكون معاك سلاح تاني، معرفش، هم المفروض يدوك سلاح تاني يعني عشان يبقى سايلنت اند سنيكي بدل السلاح الغبي ده. بس السلام عليكم. بس اه تمام، يعني المفروض ان هو كان يعملها ميلي اعتقد. ده من الاول للاخر شغل اساسنز كريد برضه. بيكراوتش فاكر نفسه في بابجي. اللي بعده. بس خلاص كده. كونوا مسرحوا من النهارده مفيش حكومه. انا الحكومة انا الحكومة. انا الحكومه. تلاقيه راح الحمام يفقع عضو ميه. يا نهار خلاص خلاص يابا، يعني ده كله عشان صورة، اما لو كانت مجسمة قدامك. ايه اوه اللعبة دي. That's what I'm talking about. اللعبة دي جامدة. That's what I'm talking about. بص كده يا شباب، دي كانت حلقتنا النهارده، ويلا بيس. wait. احتكر عليا بيس اوت. والاوترو ده بتاعي على فكرة. الا حرامي. الاوترو ده انا استخدمته كتير في فيديوهات. كوبلايت مستر ام او ماتريكس. خلينا نشوف اول فيديو الماتريكس، واللي بصراحة مش عارف، حاسه هيبقى وحش. بيقولوا كان عنده ضيف كده في الحلقة او ضيفين، في واحد منهم بستلطفه، واحد لا بصراحة. تاني انترو لآل العاب ماينكرافت. هو ده ما بيقول لك بريز ذا لايك باتن. ده لايك باتن. قناة مستر ام. النهارده هنقدم لكم هنا يا ولد. خش على طول. مونتاج 10/10 كأول فيديو بصراحة. أنا ساعات بكسل إن أنا أعمل. ساكستو. نزلت اسم ماينكرافت. نازل انا نازل اسم. ده غير طبعا الفرع اللي هنفتحه مستقبلا ان شاء الله، فرع صلاح سالم. تراك توزع من مال أمك. هتدفع مع بعض فيها بقى سد جوع. أنا بخمسة مقطوع. انا عارف هو ماتريكس هيعمل لك القطوعه دي. قطوع على كبز. قطع تقطيع. قطع. لك قطوع. تعال خد. قلب واحد. طرش ده طرش عليك. خد يا أسد. اكسر دي بقى. هو ده السنة ده ما بحبوش. حطها. نور يا نور يا أسد. والله كان بخاف. قول بنور انا بقى. نور الله كبر. بنورك يا زميلي. يا
ابني بطاطا ولا تعطش. انت ايه شغل ايه شغل اختبارات الذكاء اللي انت بتعملها دي؟ ايه ده انا ما سالتش. هو بقى يا ابني يا عم منورين عليا النعمة يا عم، وخلاص بقى يا عم في ايه؟ عليا بدورك يا زميلي. ماكس نفس الدرجة دي؟ تعمل برتقال بالجزر ولا لا؟ كله لاجل يما. كل لاجلك يا اما. نخدم. بقول لك ايه، بالراحه ايه بالراحه ايه بتعملوا ايه؟ فاهم. قول يا مصري مصر دايما بتناديك، قوم يا مش عارف ولا كمل انا الحلقة عشان هو ده في الشرف. انهى طب. كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم. لو عجبتكم تشيل لايك، لو عجبتكم تشيل ديسلايك، اشتركوا معنا في القناة لسه جداد. ما تشيل اللي همرجية. لو هنقول ماتريكس وصل لايه، فماتريكس ما نزلش حاجة يعني. اخر فيديو ظهر فيه هو كان رد فعل، فايه خلينا نشوف رد الفعل. ابني ان شاء الله ينزل الساعة 5. انا مش مقتنع يا جدعان، انا لحد دلوقتي قاعد بتفرج على التريلر. كود بس شكله بجد. ما كنتش مصدق ساعتها يا جدعان، ايوه يا اسطى اهو. انا مش كنت فاكره متسرب. ردة فعل واحد منتظر، ردة فعل واحد منتظر اللحظة دي. لسه مش مصدق. Holy shit. ايوه يبقى في حاجه للسوشيال ميديا. جيسون يلا. وماله شبه جون جيسون شكله جامد. شبه جون موريسون. يلا ايوه. Forse era con l'oft, vedi. اجيب امي يا جدعان، اجيب امي. تراست Trust. راس روك ستار. توقع نزل الجنسين. لا متوقع. ولا في عيال صغيره. احنا اول ناس اكتشفنا ان في عيال صغيرة في اللعبة يا جدعان، ف دي حاجة اكسكلوسيف لينا في يعني. عيال صغيره كونفيرم اول ناس تعرف. يا عم. اتفرجنا على الاعلان 3 مرات، ودي كانت المرة الرابعة اللي فرجنا فيها على الاعلان. كفايه هكره جي تي اي 6. طب مش منزلها لما تنزل. ده جيمنج سكوب أسامة بنسمة بيضة عكس يسار اسود. فيديو جميل يعني، انصحكم تشوفوه مع اني مش معاه في نفس الافكار قوي يعني، خاصة في الفيديو ده. بس في حاجات كتير قالها في الفيديو ده حلوة، وانا اللي منتج الفيديو برضو، فدي حاجة هتخليكم تشوفوه برضو، لان طبعا مونتاج يعني. طبعا ال جي يعني، طالما انا اللي منتج يبقى ال جي لازم توب. السلام عليكم. هنتكلم النهارده على موضوع شاغل ناس كتير قوي من سني واكبر مني، وهو الارتباط. كل الناس بتقول ان الارتباط خارج اطار الجواز حرام، وفعلا مش هقدر اكذب في دي. وكمان كل الناس كلها شايفه ان الارتباط شيء سيء من ناحيه المشاعر والاحاسيس اللي طالعه من الشخص تجاه البنت اللي هو هتسأل بيحبها. كبكوب يعني. في فعلا عواقب للموضوع ده وسلبيات كتير جدا من الموضوع ده، والناس فاكرة إن الارتباط كله سلبيات ومشاكل وخناقات وزعل وحزن، كل شيء سيء ممكن الناس تتخيله. بس ليه ما نبصش على إيجابيات الموضوع الفكرة؟ كان
فكرة المفروض الارتباط ان هو ممكن سيريس متبقاش فشخ، انا فكرة جديدة خليته لمعظم الناس أو الشباب فاهم انت. في مصر، بس لو جينا فكرنا في إيجابيات الحاجة دي ممكن نلاقي حاجات كتير قوي، مثلا الشعور بالأمان مع الطرف الآخر، ناحية كنتي بنت أو ولد. ومش لازم يب. نفكر إن معظم الولاد وحشين لمجرد إن واحد ما عندوش ضمير لعب بالبنت فترة كبيرة وأوامها بحياة سعيدة، وهو ممكن بيكون بس بيرضي شهوته ومش أكتر. وممكن برضه إن نفكر إن كل البنات خاينين لمجرد إن مجموعة من البنات بتلعب بمشاعر حبيبها، بتاخدهم في طريق أو بتاخدهم طريق لشخص آخر في حياتها. برضه في ناس بتقول إن الحب برضه حرام. انا مش هعلق طب على لو المونتاج فكرنا طالما هو فيها مونتاجي، بس إن يعني لو ربنا ما كانش أراد إننا لان نحب، انا لو قلت كويس كانش هتقولوا علمنا لي صفة الحب غير مش صح، منصف، لو قلت وحش أو شعور هيقولوا عادي عاوز يبين إننا كلنا نفسه نحب، وعادي إن إحنا اللي هو نرتبط. بقى بس ايه مش مش بقول إن متواضع الموضوع وبتاع. عادي، بس لو قادر إنك في المستقبل البعيد إنك تتجوز البنت اعملها. مش قادر استنى لما تبقى مقتدر على إنك تعيشها عيشة حلوة. بعدين نرتبط عادي. في مجموعة من الناس بتعتقد إن فرق السن في الحب أو في الجواز حرام أو عيب، مع إنه عادي جدا. لو كده ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم اتجوز السيدة خديجة حتى بعد ما بقى الرسول، ما سابهاش وعاش حياته وحبها وحبته رغم فرق السن الكبير. الفكرة في الموضوع إن ممكن ولد يتجوز بنت أصغر منه بسنين، ممكن ولد يتجوز بنت أكبر منه بكتير. بس ما تجيش مثلا تجيب لي ولد عنده 17 سنة يقول أنا عاوز أتجوز واحدة عندها مثلا 28 سنة، أو بنت تيجي تقول أنا بحب ولد أصغر مني بكتير قوي. لا، الفغنى. هو مش ناضج عقليا كفاية إنه يحب، والموضوع بالنسبة له لعب. بس لما ينضج وعقله يكبر يبقى فاهم إن كل خطوة هيعملها هو مسؤول عنها. هنا ممكن. اتفق بصراحة مع رأيه في حتة ان هو ايه، يعني ما ينفعش جواز بين يعني فكك من حتة ارتباط دي، انا مش هعتبر كلمة ارتباط، انا هعتبره يعني جواز. انا شايف من رأيي انا الشخصي ان المسافات الكبيرة بين المتجوزين بتعمل مشاكل مع الوقت. يعني حتى لو مثلا الشخص ده ناضج، بعيدا بقى ان هو مثلا مش ناضج ولا بتاع، بس لو الفرق مثلا 20 سنة ولا مش عارف ايه، لا يا عمي، ليه تحط نفسك في الدايرة دي يا عم؟ انت بتحبها، اتجوزها وعيش ومش عارف ايه وبتاع. بس مش عارف، مش حاسسها، يعني مش حاسس الفكرة نفسها، يعني مش متخيلني فيها، فانا مش متخيل حد تاني فيها، فاهم الفكرة؟ بس بتحبيه. الفكرة في النهاية مش لازم ارتبط ببنت لمدة كبيرة جدا عشان ممكن حبنا يقل لبعض منكونش استفدنا حاجة. بس ممكن نرتبط بين قوسين، نتعرف على بعض أو نفهم بعض أكتر، عشان خطوة الجواز خطوة كبيرة جدا مش حاجة صغيرة. اتفق معاه برضو في النقطة دي. بس يعني حتة الارتباط دي مثلا لو هتكون قبل الخطوبة مثلا، بقول مثلا شهرين، غير كده ما انصحش حد ان هو يرتبط. يعني مثلا فترة سنة مثلا ولا 2 ولا 3، لا، برضو مش حاسسها. لان برضو الفترة دي تعتبر طويلة، بس انت لو يعني ارتبطت بيها شهر مثلا، والشهر ده ما فيهوش محن ولا تلزيق ولا قرف ولا ماسك ايدين ولا بتاع، هو مجرد بس فترة تعارف. قبل فترة التعارف انت بتعرف عنها حاجات بيزكس، عشان اول ما تاخد خطوة الخطوبة، واللي هي بتبقى برضو خطوة اقل من الجواز، بس يعني برضو ستيل خطوة كبيرة، يعني تبقى عارف انت بتاخدها مع مين بالظبط، فاهم؟ يعني ما تاخدهاش بس مع اي واحدة كده لمجرد عجبك شكلها وعجبك طريقة كلامها مثلا من بعيد، فاهم؟ لازم يكون في كونفرسي كون 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 كونفرس كونفر فك لازم يكون في بينكم conversation، او في بينكم كلام او نقاش، فاهم؟ بس سلام عليكم. انتظر فيديوهات كتير في المستقبل. حتى الان لسه ما نزلتش فيديوهات. الموضوع مش مني انا يا جدعان، والله هو مش عارف، بيفكر في افكار كتير للفيديوهات بس ما بيطبقهاش، ودي مشكلة. يعني لو انت اسامة شفت الفيديو ده، وانا عارف ان انت غالبا هتشوفه، يعني اي حاجة تجيلك في دماغك اكتبها على ورق، او دونها في نوت، دونها في اي حتة، وعشان تعرف ان انت تفتكرها وتطبقها، مش بس اللي هو كلام في الهوا خلاص. كده ايه، خلصنا ايه ده جيمنج سكوب. كده خلصنا اسامة. فاضل ايه؟ انس ما نزلتش حتى الان اي فيديو.
المفروض ان هو ينزل فيديوهات قريب، بس مش عارف، ممكن ما ينزلش برضه. انا مش انس عشان اجاوب على السؤال ده. نيجي بقى لقناة التيم، واللي هي القناة اللي قبل الأخيرة، والأخيرة دي اللي هي قناتي. خلينا نشوف أول فيديو نزل على القناة وآخر فيديو. نبدأ بسكتش. أنا مش متنمر، أي حاجة يا جدعان في قناة LG أنا اللي عاملها، فأنا لو هحكم على تمثيلنا أو أدائنا بشكل عام. انا ما اقدرش احكم على نفسي، لان الحاجه دي برضه انا عاملها مش من بعيد، فاهم؟ عاملها من قريب. يعني انا شايف فيها مشاكل وبتاع، بس انا لو قلت ان فيها مشاكل ودققت في المشاكل وقلت دي مشكله ودي مشكله ودي مشكله، هبقى بصراحه يعني كده ما فيش حد فيكم استفاد حاجه. يعني انا الرسائل اللي بوجهها لكل واحد فيهم دي عشان يسمع الفيديو، او يسمع الفيديو، يشوف الفيديو ويحسن من نفسه في الحته الصغيره دي. انما انا يعني ما انا اللي هحسن في نفسي في الاخر، فاهم الفكره؟ بس ممكن يعني عندك مثلا البدايه مش احسن حاجه، المفروض كنت اعمل البدايه احسن من كده. ممكن ده كسل مني، لان انا عارف ان انا قادر اعمل حاجه احسن من كده بكتير. الاخراج ما كانش احسن حاجه، لان الكتابه برضه ما كانتش احسن حاجه، والاتنين دول انا اللي كنت قائم عليهم بشكل كبير. في منهم اللي اتدخل فيه ناس، زي مثلا التصوير مثلا او كده، ولكن يعني كل الفكرة والحمل كان محطوط عليا ساعتها في فكرة الفيديو ده. واللي انا شايفه بصراحة دلوقتي يعني ان انا اتحسنت كتير قوي في حتة الكتابة تحديدا للفيديوهات. بس فما عنديش تعليق اكتر على الفيديو ده، فاتفرج عليه. لو في حاجة حلوة نقول انها حلوة، لو في حاجة وحشة هوضحها لنفسي انها وحشة، عشان لما اشوف الفيديو ده بعدين، وانا عارف ان انا هشوفه بعدين، ابقى صارح نفسي بيها يعني. التنمر بقى تايتا من وانا صغير كنت بكره التنمر. ما كانش فيه مايكات، ودي حاجة وحشة. يعني الحتت اللي كنت بقولها من غير ما افتح بقي دي كانت كنت مسجلها هنا على برنامج المونتاج وضفتها. انما الحتت اللي في الشارع ما كانش معانا مايكات، هو حرفيا التليفون اللي بنصور منه هو نفسه المايك. فلو التليفون بعيد انت مش هتبقى سامع كويس، لو التليفون قريب هتبقى سامع كويس، بس في لغبشه بقى، عربيات بقى وبتاع، في الحالتين هيبقى في لغبشه. حاولت ان انا اقلل الموضوع بقدر الامكان، بس ما عرفتش، فحطيته زي ما هو كده، فاهم؟ ودي كانت غلطه يعني. في الفيديو ده كان لازم ان انا يعني احاول ان انا اتصرف في مايكات، طالما انا طلبت معايا بسكتش المفروض ان انا كنت اعمله على اكمل وجه يعني. انا مش متنمر، بس ما اعرفش ليه الناس بتقول عليا كده. تنمر انا تنمر بياخدوا هزاري على انه تنمر. راسك شب. حتى لو فكرت اغير طريقتي مش هعرف، لان ده انا مش فاهم ليه بيعتبروا كل ده تنمر. انا شخص مثالي جدا، بس يا جدعان في ناس كتير اللي شافت الفيديو ده بعتت لي قالت لي انت ليه حاسس ان وشك من هنا مره؟ لا، هو انا عشان عامل وش كده بس، فالحته دي تحسها ان هي ضخمه شويه، لان انا عندي الحته دي عريضه شويه بس. والكاميرا نفسها، التليفون اللي كنا بنصور بيه ما كانش تليفوني، فهو بدل ما هو يعني كده هو كده، فاهم الفكره؟ فبس يعني عشان كده ممكن تحس ان في حاجه غريبه، بس نفس الخلقه يا جدعان. هي الفكره ان هي مقلوبه، بس الناس هي اللي فيها حاجه غلط. ده الكاست. يا ابني قول له كواليس احسن من الفيديو نفسه. عيد تاني.
كواليس بجد والله احسن من الفيديو بصور. نفسه. الفيديو كان سيء بطريقه غريبه يعني، بس الكواليس حلوه، انا بحب اتفرج على الكواليس بتاع الفيديو ده. ده انا ممثل جامد. بس ده كان اول فيديو على LG. شوف اخر فيديو اللي هو اغنيه من كتابتي وتسجيلي، والمزيكا انا اللي عاملها، كل حاجه انا اللي عاملها، الارت ورك انا اللي عاملها، الفيديو انا اللي عامله، اي حاجه في تبع على الفيديو ده انا اللي عاملها. كان بسبب فتره كنت بعدي بيها، فتره صعبه في حياتي، فقررت ان انا ايه، لازم ان انا اعمل فيديو او اعمل اغنيه، اكتب حاجه زي كده حتى لو اخليها لنفسي، بس في الاخر ما خليتهاش لنفسي يعني. نزلتها على اليوتيوب، واللي بصراحه يعني جابه 79 مشاهده دلوقتي، حاجه كويسه يعني. انا بلاحظ ان هي بتجيب مشاهدات كتير يعني الفتره الاخيره، كل شويه بتزيد يعني. هي كانت من اسبوع كانت حوالي 50 مشاهده، زادت 30 في خلال اسبوع، والقناه اصلا تعتبر ميته، مفيش حد بيتفرج عليها. يعني ساد كرو ده كان 43 من حوالي شهر مثلا، فاهم الفكرة؟ دلوقتي بقى 53. فاهم الفكرة؟ يعني في شهر جاب 10 مشاهدات بس. فبس أنا حاسس إن القناة دي ميتة شوية، بس لازم إن احنا نشتغل عليها. إن شاء الله هيبقى في ليها شغل قدام، أنا مخطط له. مش مخطط له لوحدي، مخطط له أنا وماتريكس وأنس و... ورجالة LG كلهم. من هنا اديكوا ريسبكت. وبس، يلا بينا نسمع الأغنية. تيجي على الجرح دي فلازم لها سجارة. في حلم بعيد نفسي يقرب ويجيلي، انا كنت معاكي سالك كنت ليه عليا تميلي، تراكن نفسي مش الهدف تسمعيلي، نرقص صنب على احزاني، نوقف خمسة نرقص كيكي. سألتك مرة هل تحبيني، طلع حبك مش موجود، وكل اللي نفسك فيه اذيتي، مش عايز ارجع تاني وتجرحيني، هموت لوحدي مش مستني تقوليلي، قوليلي هو انت لسه بتحبيني، مش مستني اجابة فاتحة اسمها مني، ده نفسيتي انسيني. في حتة قدام مش عجباني في الأغنية، بس الأغنية كأوفرول عجباني. كنت صادق بهنيك، فعلا كسبت الجولة بشكل أولى، كنت الأول بشكل تاني تشوف مزاولة، أنا هقتل شوية معاك أكلم دولة. هي دولة دي بقى هي اللي مش عجباني يعني. ليه أكلم دولة؟ طب ما أكلم أي واحدة تانية، ليه اشمعنى دولة؟ وليه اسم دولة؟ يعني اسم قديم أوي يعني، اسم مغبر، فاهم الفكرة؟ مش حاسس البار ده، مش حاسه خالص. بس هو التراك اوفرول يعني حلو، بيسمع يعني، فاهم؟ قرار صعب أسيبك أرجعلك سهلة، آسف جوجل اشتغل لوحده يا جدعان. أنا تنكرت. يا حلم بعيد نفسي يقرب ويجيلي، أنا كنت معاكي سالك كنت ليه عليا تميلي، تراكن نفسي مش الهدف تسمعيلي، نرقص صنب على أحزاني، نوقف خمسة نرقص كيكي. سألتك مرة هل تحبيني، طلع حبك مش موجود، وكل اللي نفسك فيه أذيتي، آسف مش فاضي، مش فاضي خالص خالص. دودة 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 دودة. انا خدت ده اللي في الاول وقمت ايه بزعها بقى 500 مرة. ده إن قارن دودة. طيب. last but not least. اول فيديو انا عملت عليه رياكت اوريدي، ف حاسس ان انا ايه
خلاص بقى يعني مش عاوز اعمل عليه رياكت تاني، فهعمل رياكت على فيديو من الفيديوهات القديمة برضو، واللي لسه موجود دلوقتي على القناة، لان الفيديوهات التانية غالبا انا مسحتها اصلا. هو فيديو الهروب من السجن باي باك 2 اللي انا كنت بقولها باي باك، ومش عايز حد يضحك على الموضوع ده. يلا نشوف الفيديو. انا هندم على اللي انا بعمله ده. آه. انا فاكر كويس ان باي باك كانت بتجيب مشاهدات عندي في القناة بالعبيط، يعني كانت بتجيب بالعبيط، يعني ممكن مثلا فيديو 3000، فيديو 2000، فيديو 1500، فيديو مش عارف ايه، وجابت لي مشتركين كتير، جابت لي حوالي 200 مشترك تقريبا باي باك بس. فاللعبة دي ممكن من الأسباب اللي مخلاني مكمل لحد دلوقتي، مع إن الفيديوهات بتاعتها كانت مش حلوة خالص، بس يعني اللعبة دي يعني أكن لها كل الاحترام والتقدير، لأن بدايتي منها يعني أعتبر يعني إن بدايتي منها أعتبر إن بدايتي منها. اعلانات. طب اتصرف ازاي؟ نطلع من الاعلانات. اللعبة اللي في الإعلان دي على تليفون أمي لحد دلوقتي يا جدعان، والله العظيم، وغالبا على تليفون كل أمهات اللي بيتفرجوا دلوقتي. اللعبة دي يا جدعان يعني أنا مش عارف اسمها، مش عارف جت منين، مش عارف ازاي على تليفون كل أمهاتنا، بس هي موجودة. يعني عارف انت أمر واقع كده، انت ما فاهم، انت ما تعرفش هي جت منين، ما تعرفش بتعمل ايه، ما تعرفش لازمتها ايه، بس هي موجودة. بتعمل ايه؟ موجودة بس. مش عايزين ديمو جيم الخرب ده. اول ما اجي اصور يجي شو عليك يا اخي. قلبت خليجي. ورجعنا لكم فيديو جديد. فيديو النهارده هيكون عن لعبة اكشن جامدة اسمها باي باك 2. باي باك 2 انا اللي خلاني انزل عنها ان اللعبة فعلا اتطورت في الجرافيك وفي كل حاجة تقريبا الفترة الأخيرة، لدرجة إن أنت تقدر تصنع عليك شخصية بنفس شكلك. كان طفرة ساعتها الحوار ده يا ده جدعان مش والله. شكلي يعني، بس عجبني الشكل من بشكل 5 عام. سنين الموضوع كان فيلا طفرة. بينا نبدأ. أنا مش فاكر الفيديو ده نزل من امتى. هندخل الستوري وهندخل اسكيبنج يعني 4 سنين. 4 سنين. من 4 سنين الموضوع كان طفرة يا جدعان. اوكي قولك لازم تهرب من السجن. لخصت كل اللي هو قاله ده في ان انت لازم تهرب من السجن، لخصته في اسم المهمة بجد. يعني اسم المهمة كان escaping the تقريبا او the jail، حاجة زي كده، يا اما escaping the يا اما escaping the jail. ف انا ترجمت كل اللي هو قاله حرفيا، وقلت خلاص هي لازم تهرب من السجن. طبعا انا اقرا اللعبة عشان كده عامل طريقة لا اقرا، بس انا كنت لابس كاب يعني، فلازم نهرب منين؟ شرطة من الشارع ده. اندروتيت من صغري كل الاخصام على خليك واقف هنا شوية يرجع بس بعدين نبدأ نعدي. يلا يا اخي، طب هقطع الفيديو لحد ما هو يعدي بعدين نرجع. جه مش لازم. يلا يا عم الحاج. جه مش لازم خلاص. see you later my friend. انا مش عارف ليه كان لازم اي حتة بحسها طويلة لازم ان انا اقطعها، مع ان كان عندي برنامج مونتاج. ما كنت اقصها في المونتاج، يعني صور زيادة وقص عادي، ما فيهاش مشكلة. انما ان انت تقعد ثواني يا جدعان بس هروح اشرب كوبايه شاي واجيلكوا. مش ستايل حلو خالص في الفيديوهات يعني، هو ده مش ستايل اصلا في الفيديو. الجوده زباله. انا مش فاكر كانت جوده الفيديو كام، اقصى حاجه 720، حاجه مخزيه فشخ يعني، ربنا ما يوريك.
بس كانت بتنفع يعني، كانت بتشتغل، كانت بتمشي الدنيا يعني، ما كانتش بتقول لا. ماشي يعني، كنت ببدأ يا جدعان. الموضوع كانش عندي ساعتها غير تليفون لينوفو A1000 معفن، كان تقريبا 500 ميجا بايت رام، 500 ميجا بايت رام. والبروسيسور مش فاكر مواصفاته، انا مش فاكر مواصفات التليفون اصلا، بس هو كان تليفون زبالة بشكل غريب. والكاميرا كان يقول لك 6 ميجا بكسل، يعني الواحد ميجا بكسل كانت انضف بجد والله يعني، ربنا ما يوريك يعني. حتى كان ليا فيديو كنت بلعب هيتمان موبايل، هيتمان سنايبر، مش فاكر كان اسمها ايه بصراحة. هي لعبة انت بتبقى سنايبر وبتلعب المفروض بايجنت 47 وبتحاول ان انت تلقط ناس من بعيد. كانت لعبة حلوة بصراحة، كانت لعبة حلوة جدا. بس الكاميرا كانت زبالة يعني، انا فاكر الكاميرا كانت بتقطع كانت مبكسلة وكانت حالتها بالبلة يعني، فاهم. ربنا ما يوريك، ربنا ما يوريك. دي عليها حراسة ليه؟ لأن ده مفتاح السجن، تاخده. حراسة فاهم. This could come in handy. جايبين عسكري بيلف واحول اصلا مش شايفني انا واقف جنبه. هي دي الفكرة. خلاص بقى دلوقتي يعني، هنضطر حققوا كده الامن امن السجن، حققوا امن السجن بالطريقة دي. جعل الفيديو سيء، والله الفيديو سيء. اللي هيسألني ليه بتزعق، لأن الصوت ما بيطلعش في الميكروفون، لأن الميكروفون شبه بايظ. لسه بقول فأنا عشان كده بعلي صوتي. حاسس إنها معلق رياضي، بس الدنيا حلوة. Great. The key fits. فتس. هنعمل حركة دلوقتي فشيخة. ايوه It's بقى. too heavily guarded here. هنقطع الفيديو ونرجع I have to لكم. get some serious firepower if I'm gonna get out this way. انت يا عم. ورجعت تاني يا جدعان، جمعت أسلحة شوية، ونروح دلوقتي نفتح مخزن الأسلحة يا شباب. شباب. هنا في المستشفى في حاجة زي مخزن بنحط فيه المفتاح بتاع الأسلحة. بس متأكد إذا كان فيه حراس ولا لأ، بس مفيش حراس. I wonder what this key is for. تاخد المفتاح. مشفنيش. طيب تمشي من هنا زي الشطار، وتيجي كده تدوس بنزينك. كان عندي تقريبا ساعتها 14 سنة، كنت مشهور في المدرسة ان انا صوتي صوت بنت عشان كان صوتي رفيع، تفتح المخزن. It fits. Now I should be able to fight by وكانوا my actions. مسميني مزيت تقريبا عشان كنت بحب اكل فشار، وحتى الان بحب اكل فشار وما عنديش مشكلة مع اسم مزيت، هنحاول ننهي المهمة دي. عشان اسم مزيت ده نوستالجيا. تعدي من هنا يا معلم، ما تعديش من الطريق. بعدين هتلاقي واحد واقف هنا تغتصبه. بعدين قليل الادب من وانا صغير. بس هي الفكرة. قليل الادب، استنى الظباط لحد ما قليل ينزل الادب من لسانك العربية. زفر. انزل. Hey, the guards have noticed you're gone. They've set off the alarm. بعدين تقوم واخد العربية بتاعته. But watch out for the law. بعدين تروح لهم بالعربية وبس. مش هتاخد منك وقت كتير. تشوت ده في الطريق عادي، مش هتفرق يعني. Ah, you made it. كنت فنان انا. باي باي. بس هذه الفكرة. كمية يا جدعان الناس بجد والله اللي كانوا كاتبين لي في الكومنتات شكرا، ما كناش عارفين نعدي المهمة. بصوا يا جدعان كمية اللوف اللي انا عاملها، يا نهار ازرق. طيب ناخدهم كومنت كده، هما 98 كومنت بس انا طبعا مش هاخدهم كلهم، هاخد يعني حبة كده حلوين. انت بطل، بعض الناس يستحون من اصواتهم، بس انت مبدع. متابعك من السعودية، اراهنك ان انت اتفرجت لي على فيديو بعد الفيديو ده، اقسم بالله اراهنك. متابع من السعودية يا جدعان اهو، احلى متابع من السعودية والله، انك اسطورة وطريقة كلامك رائعة، اقسم بالله انت راجل كذاب. واحد منزل كومنت اسمه احمد جمال تقريبا، ده احمود تقريبا، لو انت احمود فبحبك يا احمود، اخويا يا عم. احمود ده يا جدعان اللي طلع معايا في فيديو ذا فاينلز،
الفيديو الاخير والفيديو اللي قبله برضو بتاع ضفايند. فاحمود ده صديق القناه، حبيبي يا احمود. فخد لاف يا احمود، ما جاتش عليك يعني يا احمود، خد لاف يا احمود ولايك. في ايه تاني؟ روعاتك روعاتك يا ملك، وورود وقلب وبتاع، وراهنك ان دي بنت. متكراش عليا انا والله، انت مبدع جدا، وغير كده بتخلي المشاهد يستمتع وهو بيتفرج عليك. احلى لايك واشتراك ليك يا حبيبي، والله انت اللي حبيبي. بس انا كنت شخص زبالة. انا ما قدرتش اكمل الفيديو يا جدعان، والله الفيديو صعب. انا كملت الفيديو بالعافية والله عشان ما بوظش الفيديو ده. انا كملت كل فيديوهات اصحابي، مش عارف اكمل الفيديو بتاعي يعني، فاهم الفكرة؟ شكرا على المعلومة يا رجال، يسعد دينك. شكرا شكرا كتير، لولاك ما كنت حليت المرحلة. هو كان لغز يا جدعان، بيقول لك اهرب من السجن يعني. اطلع من السجن، اركب المركب، اطلع اركب عربية، روح عشت. مش لغز يعني. شكرا على هذه المجهودات، شكرا شكرا برو، استمر عاش يا اسطى. انا بفكر اعمل قناة شروحات، طيب طالما الموضوع بيجيب فيوز ولايكات وبتاع. فاهم انت الفكرة؟ اعمل مثلا فيديوهات عن باي باك، مش باي باك بقى. اعمل فيديوهات عن باي باك 2، واعمل شروحات ازاي تعدي مهمة مش عارف ايه، ومهمة الايه، ومهمة التيتا، ومهمة مش عارف ايه، فاهم؟ اخدت المفتاح ببساطة، ما فيش غير حارس واحد واحول. اخدته ببساطة. انت بطل بعض الناس لايك. ايه ده، انا بطل بعض الناس الدرجة دي؟ يا لهوي، يعني ده شكر. انا قلت كومنتات كتير من ال 93 دول عشان بحب الكومنتات، فاعمل كومنت دلوقتي واعمل لايك برضه عشان بحب اللايكات. يعني شايف انت الكام لايك دول، عاوزك تعملهم تحت. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. حلقة كده كريسماسية عبثية. اتمنى تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك، ما عجبتكمش ديسلايك. اشتركوا معنا في القناة لو انتوا لسه جداد. see you later. peace out. همرجية